Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies. ازيكم يا حبايب قلبي يا حلوين. النهارده راجعه لكم بفيديو جديد. الفيديو مفيد جدا فكملوه لحد الاخر، فعلا هتتبسطوا جدا. ده فيديو مشترياتي، انا بحب اعمل النوع ده من الفيديوهات وبحب كمان اتفرج على النوع ده من الفيديوهات، فقلت اشارككم. بصوا انا حاطه كل الحاجه على السرير عشان انا فعلا مش عارفه اعرض كل الحاجات دي على ترابيزه او حاجه، لان كمان الشنط مليانه من جوه ما شاء الله يعني. دي المشتريات بتاعتنا من معرض القاهره الدولي بشهر 3. اللي ما يعرفوش، ده معرض بيتفتح في قاعة المؤتمرات، بيكون شهر 3، بيتعمل دايما قبل عيد الأم بيومين كده. فالنهاردة أنا رحت أول يوم قلت أصور لكم. المعرض مش زي كل سنة ومش في نفس المكان، هو عند الاستاد بتاع القاهرة. استنى، هو فين بالظبط؟ عند قاعة المؤتمرات ولا استاد القاهرة ولا في ظهره ولا فين؟ جنب استاد القاهرة على طول. انا بسأل اخويا بس عشان هو عارف العنوان. جنب استاد القاهرة على طول عند قاعة المؤتمرات. تقولوا له ودينا عند المعرض. اي مواصلة بالنسبة لك رايحة مدينة نصر سهلة، اركبيها ميكروباص، اتوبيس، تاكسي. الموضوع سهل وهينزلكوا قدام المعرض على طول. الدخول ب5 جنيه، والتذكرة ب5 جنيه. دي كل التفاصيل من بره. دنيا امان هناك بتتفتشوا كويس بره، اللي هو عشان ما تبقوش خايفين، يعني في تفتيش كويس وامن كويس بره. والقاعات حتى كل ما تدخلوا كل قاعة الصراحة هو كان كويس، بس مش زي كل سنة ومش مفتوح بارتيشن كتير زي كل سنة. حاجات قليلة قوي المفتوحة بس برضو كويسة، مش وحشة. عايزة اوريكم كل المشتريات. اشترينا اكل واشترينا كوبايات وحاجات كتير وهدوم وحاجات كتير قوي. انا اشتريت بس من دايس، انا قعدت في دايس من الساعة مثلا 12 لحد الساعة 4، من كتر ما الدنيا اولا كانت زحمة، ثانيا انا قعدت فعلا انقي كتير. فانتوا عايزين علشان تخلصوا روحوا بدري، روحوا بدري. انا اللي حصل ايه موقف معايا كده، ان انا ركبت رحت التجمع الخامس، افتكرت ان هو هيبقى زي معرض الكتاب، بعد كده اكتشفت ان هو عادي في مدينة نصر. فالحمد لله يعني اللي هو رحنا بتاع التجمع، وبعد كده رجعت تاني مدينة نصر، فده اللي ضيع عليا الوقت، مع اني كنت نازله من الساعه 9 الصبح. بس تمام الحمد لله على كل شيء. يلا ابتدي اوريكم الفيديوهات والشنط ولا ايه والحاجات اللي هفتكر اصورها لكم. اقول لكم اسعارها. معلش انا راجعه مش مركزه خالص، انا عماله اقول عايزه اهم حاجه اصور فيديو انزله علشان الناس اللي عايزه تروح تلحق تروح، لان انا لسه اول يوم. هو هيكون لحد يوم كام؟ هسأل لكم واقول لكم. انا سألت المعرض هيقعد، سألت ماما دلوقتي وقفت الفيديو سألتها. المعرض هيقعد 10 ايام، هيقفل يوم 29. فاللي يلحق يروح في ال10 ايام دولت يروح. يلا نبتدي الفيديو عشان ما اطولش عليكم، بس قلت اقول لكم كل التفاصيل عشان اللي حابب يروح من اي مكان يبقى عارف الدنيا فيها ايه. بصوا انا قعدت بقى عشان ابتدي لكم كده براحتي، بس الصراحه ايه انا مش عارفه ابتدي منين ولا منين، فايه خلينا ناخد بالترتيب كده ونتكل على الله وناخد من اليمين. اولا دي شرابات من دايس، اكتر حاجه فعلا انا جبتها كانت دايس اهي. دي شرابات لاخواتي. الشراب تقيل يا جماعه بطريقه، انتوا اكيد باين يعني. بصوا السمك بتاعه عامل ازاي. الشراب تقيل، هينفع جدا 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 في الشتاء، وللناس اللي هي عارفه كفايه بس تقعدوا بيه في البيت، بيدفي جدا. والناس اللي بتلعب كوره وكده عارفه حوار ان الرجلين بتعرق، فده عشان قطن قوي وتقيل بيمص العرق وكده. عايزه اقول لكم تحفه، خامته حلوه جدا. انا عن نفسي الصراحه ما بحبش الشرابات التقيله، بس تمام مش مشكله يعني. هما اخواتي بيحبوها، اخواتي الولاد، فجابوا اللون الجراي ده اهو اول واحد، والازرق ده اخويا الكبير، والاسود. دي اول حاجه. تاني حاجه جاب دول، ده اخويا برضو. انا وريتكم كل المشتريات بحس ان انتي مثلا تنزلي تشتري لولادك. عمر معلش تعالى صورني. انا ايه اخلي اخويا يصورني عشان اظبط الكاميرا اكتر. بصوا ده اول حاجه. ارفع ايدك كده، ايوه اهو. ده شورت، جاب شورت اهو. تقريبا كان سعره 40 جنيه حاجه كده، كان من دايس برضو. كان حلو جدا، شكله شيك. وانا اصلا عملت فكره ايه، قلت ان هو واخويا الاصغر يجيبوا يعملوا ماتشنج مع بعض اهو. جبت لكم الشورت التاني. ده اخويا الكبير وده اخويا الصغير. انا قلت لهم فكره ان انتوا تجيبوها مع بعض كده زي بعض، ويلبسوا عليها على التقليمه دي كحلي،
بكم او نص او اي حاجه، وينزلوا يبقى زي بعض، هتبقى شكلها حلو جدا. الصغير والكبير كله سعر واحد، كله ب40 جنيه. عمر اظبط التصوير شويه بس. دي اول حاجه. بعد كده اخويا الكبير جاب الشورت ده برضو، كان ب50 جنيه. اي شورت رجالي ب50 جنيه. اهو ده شكله حلو جدا. الشورت ده على فكره بره يا جماعه ب70 جنيه، مش اقل من كده. بس ده الشورت كان ب50 جنيه. والبنطكور برضو ب50 جنيه. كل ده من دايس. نرجع هي شنطه تاني دايس. دي مش عارفه الصراحه فيها ايه، مش هحطه من كتر الشنط. ماشي. دي فيها برضو بقيت حاجات اخويا الكبير جاب ده تي شيرت دايس اهو، نص كم اهو دايس. شكله حلو جدا في اللبس. الحاجات اللي بتبقى ساده دي بتبقى شكلها حلو. هتلاقوا منها كل الالوان، لو انتوا عايزين اي لون هتلاقوه اهو. اول حاجه. ودي تاني حاجه اللي هي الحمالات دي اللي بتتلبس تحت الهدوم وكده، زي الاندر شيرت، بتبقى شكلها حلو جدا. لو اتلبست على شورت او كده في البيت، وفي نفس الوقت تتلبس تحت الهدوم. دي تاني حاجه، بس الصراحه انا مش فاكره اسعارهم قوي يعني. بعد كده دي بوكسرات رجالي، في منها بقى مالية الدنيا هناك طبعا عشان دايس وبتاع. طبعا خامتهم تحفة. البوكسرات اسعارها عاملين عليها سيل يعني، احسن من الفروع وكده. ده جاب منهم 3. طب شيلي دولت البوكسرات بتاعت اخويا الصغير، جاب 4. دي اشكالهم هتلاقوا هناك اشكال سادة واشكال، بصوا الالوان. دي حاجات برضو كانت بتتباع في دايس، مع انها ماركة تانية، بس كانت دايس منزله عليها سيل. كل الالوان. وده شراب برضو نفس الخامة. عايزه اقول لكم الخامة فعلا حلوة جدا. بصوا من جوه عاملين ازاي. عمر قرب كده، قرب الكاميرا. طب انت ثبتي ايديك وانا هثبت كل حاجه اهو. بصوا من جوه عامل ازاي. موبر كده اللي هو فيه صوف، فحلو جدا جدا جدا. دلوقتي انا ده حاجه بتاعه الاكل. كان في جزء بتاع اكل هناك. اسالوا على قاعه 5 بتاعه النساجون. بمناسبه النساجون كان عامل عروض على السجاجيد كتير قوي، بس انا ما رحت شفتها لان انا وماما ما كناش محتاجين سجاجيد خالص، فما كانش حتى هيفرق معانا حتى لو عامل عروض. بس الناس يا جماعه كانت بجد خارجه بسجاجيد بطريقه. انا حسيت ان السجاجيد جوه ببلاش، يعني اللي هو شيء ده مع السماعه. حسيت ان السجاجيد جوه اللي هو مش بفلوس. في ناس بجد حرفيا خارجه مثلا ب12 سجاده كبيره وب15 سجاده كبيره، واللي بيجيبوا العربيه اللي بتحط عليها السجاجيد ويخرجوا بيها علشان حاجه ما حدش يشيلها، يعني لازم تتشال بحاجه. فبجد لو قاعده انا وماما، هو السجاجيد جوه ببلاش ولا ايه؟ فاللي بيجهز او اللي بيعزل او ايا كان او محتاج سجاجيد، يروح النساجون في قاعه 5 هيلاقيها قدام الفود كورت. وبمناسبة برضو الفود كورت، في هناك مكان للاكل، لو انت حابه تاكلي او تتغدي في نص اليوم وتكملي لف، هتلاقي هناك قدام قاعه 5 اللي فيها النساجون. جنبيها بقى هتلاقوا جوه في جزء بتاع اكل اكتر. فاحنا دخلنا وجبنا الحاجات دي، فيهم عاملين عروض حلوه جدا وحاجات حلوه. اولا جبنا الجيلي ده. ده بالفراوله، الاتنين ب7 جنيه تقريبا، فسعرهم كان حلو جدا. وده الكاكاو، وده كان عامل 11 جنيه. انا بحاول افتكر لكم والله عشان الحاجات كتير واللي هو مش قادره افكر اصلا. ده كلها من شركه الطحان اهو، الطحان. ودي بقى حاجه كتير قوي كانوا بيسالوا هي ايه دي، واحنا واقفين وبتاع مستغربينها، بس انا عارفاها لان جبناها قبل كده. عارفين يا جماعه الاكلير اللي هو بيتباع في الفرن او عند الحلواني بتاع الحلويات، اللي هو بيبقى محطوط عليه فوق الوش كده شوكولاته او محشي حاجه من جوه او كده؟ اكلير انتوا عارفينه اكيد. هو عامله بس صغير. هو عامله بس صغير كده بالشكل ده، فممكن تقدري تحشيه نوتيلا، كاستر، كريمه، تقدري تحشيه جبنه، تقدري تعمليه حلو او حادق، تقدري تحطي عليه فوق الوش اي حاجه انت عايزاها براحتك. فكرته كانت حلوه قوي. مش عارفه يا ربي كان بكام، 14 جنيه تقريبا حاجه كده، برضو من الطحان، بس فكرته حلوه. ومش عارفه الصراحه كام قطعه، ومش بيبقى مكتوب عليه عشان دي يعني حاجات اكل. ما علينا. برضو الفكره دي حلوه 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 جدا. عملت موقف اصلا مع ماما، قعدت اضحك عليه قدام الراجل. ماما بتقولي خلاص بقى يا علاء المره الجايه نجيب بقى الحاجات دي ومش عارفه ايه. قلت له اوكي ماشي، اتفضل حطها لي في شنطه. فانا لبستها قدام الراجل، رحت اخدتها ومشيت اصلا. بس فبتقولي انت بتلبسيني وكده، قلت لها اه انت بتلبسي عادي جدا يا ماما. بصوا دي عباره عن ميني بيتزا اهي.
شكلها باين هنا. هو قال لي تتحفظ 6 ايام في التلاجة، في الرف بتاع التلاجة، وتتحفظ شهرين في الفريزر. فلو انت عايزه تعمليها على طول قشطه طلعيها، او سيبيها مثلا في التلاجة يومين بعد كده اعمليها. بتعملها ازاي؟ هي زي ما هي كده، هي متخمره وجاهزه وعجينه وكل حاجه. بتحطي عليها، وهتلاقوها في السوبر ماركت وفي كل حته، هتحطي عليها صلصه البيتزا، وهتحطي عليها مثلا شويه جبنه، شويه خضار، شويه فراخ، شويه لحمه اللي انت عايزاه، وتدخليها على الشوايه بتاعه الفرن. يدوق بس الحاجه اللي فوق الوش تسيح، يعني انت حتى هتكوني مسوياها، اللي هو مثلا الجبنه تسيح، تاخد الصلصه تاخد الوش بتاعها كده. بس هي دي فيها 20 حته تقريبا ب24 جنيه. دي فاكره سعرها قوي عشان انا دبست فيها ماما، فاكره سعرها قوي. دي ب24 جنيه، وما بتتفردش ولا اي حاجه. عشان قعدت اقول له هي صغيره بتتفرد، قال لي لا هي كده ميني بيتزا. بس تاني حاجه معايا جبناها من نوفال. ده حاجه انا شفتها بجد جديده، عجباني جدا، اول مره اشوفها واول مره اسمع عنها اصلا. لقيت ماما عارفاها واخويا ومرات عمي كمان كانت معانا، كانت عارفاها. انا اول مره اسمع عنها، اللي هو اسمه المضرب اليدوي. انا بعمل كده مثلا لو في بيض او حاجه اهو واضربه، بس بدل مثلا ما اطلع، مع اننا عندنا المضرب اللي هو الكهرباء بتاع البيض، بس انا بدل ما اطلع بقى واعمله كهرباء وبتاع، اللي هو لو حاجه بسيطه. فاخويا قال لا لا انا عايزه، عشان هو ساعات بيعمل كتير قوي بيض وهو واقف كده، تبقى حاجه سهله عليك يا ولد. فاللي هو يضربه لو هيعملوا اومليت بالبتاع دي اسهل وخلاص، او اي حاجه تتضرب بسهوله. دي كانت بكام يا ربي؟ مش عارفه، ب17 جنيه حاجه كده، مش فاكره بجد. وكمان دي كانت من نوفال. كنت محتاجه كمان كنكه، عشان بحب القهوه جدا جدا جدا. فالكنكه بتاعتي اكبر شويه من دي، فانا كنت عايزه حاجه اصغر، فجبتها. دي كنكه المونيا اهي، حتى السعر عليها اهو 31 جنيه. ودي شكلها عسل خالص، بصوا عسولة، وسعرها كمان كويس. انا عرفت بعدين ان انا المفروض لو جبنا كنكه تبقى احسن استانلس، بس الحمد لله يعني تمام، مش متضايقه، جبتها خلاص. دي حاجات من ضمن الاكل جبناها برضو من الطحان، الصراحه واكله منها كتير. دي حاجه اسمها مارينج. مارينجو ده هو مدلعينه، بس هو اصلا اسمه مارينج. عارفين يا جماعه الموز الحلاوه؟ بصوا عارف بقى واحدة بقى. لا طب انتي كلتي واحدة ولا لا؟ اخويا الصغير عايز واحده، بس انا عادي بذلهم، ده اكل يا جماعه. انا الصراحه شبت فيها. في منها بطعم الكنتالوب، وفي منها بطعم الفراوله، ودي بالفانيليا. كنت عايزه الصراحه فراوله، بحبها اكتر، بس لقيت الفانيليا والكنتالوب بس، فجبت الفانيليا. عامله زي الموز الحلاوه كده، حاجه هشه في البق، حلوه جدا. لو لقيتوها وللاطفال هاتوها. كانت ب17 جنيه تقريبا. ده كان عرض مناديل. انتوا عارفين طبعا المناديل غاليه جدا. بصوا في 3 انواع من كل حاجه اهم. دي عباره عن كام باكت؟ 3 و6 9 12 باكت. كانوا بصوا هي واقفه الواحده ب2.5، احسبوها عشان انا ناسيه، لانها حسبتها انا وماما لانها واقفه ب2.5، لان هي بره ب4 جنيه. فواقفه ب2.5، ده حلو جدا يعني. احنا وفرنا كتير، حتى كنت بقول لماما يعني لو ان احنا نقدر نشيل اكتر كنا نجيب، لان المناديل غالية جدا بره. ولقيناها دي كمان ماركة حلوة، وفتحنا المنزل من جوه، ورونا منزل عندهم حلو يعني، وملمسه حلو، وريحتها كمان حلوة جدا، عاملة زي ريحة الوايبس اللي هي ليها برفيوم كده حلوة. ودي اسمها شركة كرمينا للمنتجات الورقية، وعندهم كل حاجة بقى، كل المناديل بكل الانواع، واسعارهم حلوة جدا. لما تدخلوا الحتة دي جنب الناس اللي عاملة الاكل هتبقى سعرها حلو. اخر حاجة في الجزء ده، لان انا لقيت الفيديو طول قوي، فانا مش هقدر اكمل في حاجات تانية، فاستنوا الجزء التاني هنزله لكم وهحطه لكم في الديسكريبشن بوكس. دي بتاع كده كان قديم قوي، فاكرينه؟ كان قديم جدا، اسمه حتى انا يعني هو ما كانش على وقتي، بس انا فاكره ان هو كانت من الحاجات اللي بتتعرض القديمه. هو كان 18 قطعه، كان كل كيس ده مليان، كان ب30 جنيه. وريهم عمر الكيس الكبير قد ايه. كانت الكيس كله ب30 جنيه. طعمه حلو جدا. البتاعه دي اللي معموله ببودره البطاطس من جوه هشه، وسعره حلو قوي يعني. ال4 منه العادي بره مش عارفه ب10 جنيه حاجه كده، فاحنا جبنا 18 كيس ب30 جنيه. شكله عسول، حتى الناس اللي هي بتحب الحاجات القديمه دي اول ما تشوفه
هتفتكر الذكريات وكده. هو طبعا اتقضى عليه، يعني هو انا لسه جايه بس اتقضى عليه، كل واحد بقى انا عايز بقى الأكياس بتاعتي مش عارفه ايه، خدوا حاجتهم. بس ده كان الفيديو الجزء الاولاني. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني بشير ولايك وسبسكرايب، وبحبكم جدا جدا جدا، وبحب ان انتوا دايما تشجعوني. واستنوا الجزء التاني انا هعمله دلوقتي وهسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. ما تنسيش تفعلي الجرس وتدعميني باشتراك، وباي باي.